السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ نصيحة استثمارية جديدة نتكلم فيها سوا مع بعض بالنسبة للناس اللي هي عندها مشاكل في البلاد بتاعتها، زي مثلا مشاكل بالاخص مشاكل اقتصادية او سياسية، وبيبقى فيها حالة عدم استقرار في الدول بتاعتها، زي مثلا لبنان، مصر، فلسطين، كل الدول العربية بالاخص او حتى الاجنبية، روسيا، كرواتيا. كل الدول اللي بيبقى فيها عدم استقرار في الناحية الاقتصادية أو السياسية بينتج عنها عدم استقرار اقتصادي وعدم استقرار للعملة. أنا بنصح إن هي تبدأ تستثمر في العقارات، بالأخص العقارات أو الذهب. ويعني ملي شوية العقارات، وهقول لكم ليه دلوقتي. أحسن من الذهب شوية، وبالأخص في دول يكون فيها حالة استقرار عالية شوية. من ضمن الدول دي وعلى رأسها أنا أنصح الإمارات وبالأخص دبي، يمكن دبي وجورجيا، لان تركيا كانت برضو بديل ثالث، بس تركيا شويه برضو نفس الحكايه، فيها الدنيا مش احسن حاجه، وبعدين داخلين على انتخابات الفتره الجايه، انتخابات رئاسيه وبرلمانيه، فاحنا مش عارفين هيحصل فيها ايه. لكن بالنسبه للامارات انا شايف فيها حاله من الاستقرار العاليه جدا للسوق، وبل بالعكس في حاله من حالات الصعود، الترند بتاعها عالي جدا وقوي جدا في الاستثمار. نسب البيع واحصائيات البيع العقاريه والاستثماريه بوجه عام والعقاريه بوجه خاص في الامارات ودبي تحديدا عاليه جدا جدا. تخطت ارقام كبيره جدا من المليارات السنه دي، ولو قارناها بالسنه اللي فاتت او السنه 2022 لو قارناها ب 2021 قد تكون زادت ضعف الاستثمار، وبالذات في المجال العقاري. وده ان دل يدل على حاله من الاستقرار شديده جدا جدا في العقارات وفي الاستثمار وفي الوضع الاقتصادي في الدوله. طيب ليه اللي عنده مشاكل في دولته او في بلده وعايز يحافظ على راس ماله او يزوده، او على الاقل اضعف الايمان ما يتاثرش، او عايز يضمن ان هو ما يتاثرش بتاثر العمله او تاثر عدم الاستقرار الاقتصادي في الدوله بتاعته، ليه يختار العقارات وليه يختار دبي؟ خلينا قبل ما اقول ليه يختار العقارات وليه يختار دبي، خلينا اقول ليه اصلا يبدا يفكر في حاجه زي كده. احنا النهارده لما يكون حد عنده راس مال في البنك بتاعه بالجنيه المصري مثلا او الليره او ايا كان العمله بتاعته ايه في الدوله اللي هو فيها، القيمه بتاعته بتبدا تفقد قيمتها بالوقت مع فقدان العمله بتاعته قيمتها. يعني على سبيل المثال ناخد مثلا مصر دلوقتي، مصر كانت الدولار فيها كان بيع وصل، كان مستقر عند 20 جنيه و19 جنيه وحاجات من دي. بعد كده فجأة بدأ يحصل ان هو يزيد ل 21 22 23 ووصل حاليا لغاية 27 السعر الرسمي بتاعه في البنك. طيب والسعر بتاعه في السوق السوداء 33، ده معناه اللي كان معاه جنيه السعر بتاعه 1 على 20 من الدولار، كويس؟ او بمعنى اصح الدولار كان قيمته ساعتها ب 20 جنيه، دلوقتي بقت قيمته ب 33 جنيه، ده معناه ان هو فقد ما يقرب او ما يزيد من 30 او 33% من قيمته. يعني انخفضت قيمه الجنيه المصري عند المصريين في خلال اسبوع واحد ازيد من 30%. يعني الراجل اللي معاه مثلا مليون جنيه في البنك بقوا قيمتهم الفعليه في السوق دلوقتي قيمتهم، ويمكن النقديه بالعملات الاخرى بقت قيمتهم مثلا حوالي 666 ألف جنيه. متخيلين الفرق عامل ازاي؟ الخساره. طب تخيلوا بقى اللي معاه 100 مليون، ده معناه ان هو معاه 666 معاه 66 مليون جنيه. فده فرق كبير جدا وخسائر كبيره جدا جدا. حلها ان الناس بتحاول تحول فلوسها لدولار، وده بقى صعب شويه، او تحول فلوسها لاي عمله ثانيه ثابته زي الدرهم او الدينار او الريال، او ان هي بتشتري عقارات او بتشتري ذهب. الذهب ميزته ان الناس تقدر تسيله بسرعه، بس طبعا الذهب ده في ايه؟ لما يكون في حجم الفلوس اللي معاك تكون بسيطه، تقدر تحول جزء منها لذهب، بحيث ان انت تقدر تسيله بسرعه في وقت ما انت تحب تسيله، لان الذهب بيحافظ على قيمته فعلا كقيمه، هو سعره بيزيد لكن هي قيمته ثابته قياسا على الدولار. لكن بالنسبه للناس اللي عندها استثمارات كبيره او ارقام كبيره او مبالغ كبيره او مبالغ دايما بتيجي اول باول، مش معقول يحطها في ذهب وبعدين هيجيب الذهب يحطه فين؟ ولو حطه في بلد بتاعته مش عارف يطلعه لو حب يطلعه. طيب وطبعا الكميات ومعرض للسرقه وحاجات كتيره جدا. عشان كده احنا بنقول افضل العقار، لان هو ده رقم واحد على الاطلاق في الاستثمار في حاله الايه؟ في حاله التعامل مع الدول
اللي هي فيها مشاكل اقتصاديه وعدم استقرار. طيب ليه بقى دبي؟ خلاص احنا كده شرحت ليه العقار. طيب او شرحت ليه يبدا يعمل كده. طيب ليه عقار وليه دبي؟ العقار عشان العقار هو سعره دايما بيحافظ على قيمته طول الوقت، ودايما سعره بيزيد بالوقت ما بينقص. اتنين، بيبقى ليه عوائد استثماريه كتيره جدا، منها على راسها الايجار او اعاده البيع. الار او اي بتاعه عالي جدا، بيبدا في اغلب المناطق كويسه من 7% ويصل لاكثر من كده احيانا. طب ليه دبي بقى؟ دبي خاصه لان دبي هي بالفعل فعلا ار او اي بتاعها، عائد الاستثمار بتاع الاموال بتاعتك عالي جدا جدا، وانا هشرح لكم ده في فيديو منفصل ان شاء الله، بس خلينا ندي نبذه سريعه كده عنه. احنا عندنا الار او اي بتاع الاستثمار في العقار في دبي كويس جدا محترم، بيبدا من 7% ويصل ل 15% احيانا في بعض المناطق زي مدينه محمد بن راشد، وحرفيا ده مش مبالغه لما بنقول 15%. ده معناه ان انت النهارده لو اشتريت عقار بمليون درهم، ده معناه ان هو هيجيب لك في السنه 150,000 درهم مثلا، بيبدا من 90,000 ل 150,000 درهم عائد استثماري. ده معناه ان انت في خلال من 10 ل 12 سنه هتكون جبت سعر الوحده بتاعتك. ده فضلا لو فيها بيمنت بلان، ده معناه ان انت هتكون دفعت ثمن نص 50% من ثمنها بس، وال50% الثاني هو العقار سدد ثمنه. كسبت 3 مكاسب. الاولانيه ان انت قدرت تحافظ على الاموال بتاعتك، تحطها في مكان في دوله الاستثمار بتاعها فيها مستقر، فبالتالي انت ثبت فيها العمله عن طريق منتج. المنتج ده ما بيكلفكش تكلفه ما بيكلفكش فلوس في تواجده معاك، زي ما بيقولوا كده بالمصري لا بياكل ولا بيشرب. وفي نفس الوقت بل بالعكس هو قيمته بتزيد، العائد الاستثماري عنده في اعاده البيع بتزيد لو هو في منطقه احسنت اختيارها، وفي نفس الوقت بيجيب لك عائد ايجاري بالعمله اللي فيها البلد اللي انت فيها، اللي هي غالبا مثلا في حاله دبي اللي هو الدرهم، اللي هو النهارده لو انت العائد بتاعك مثلا 5000 درهم في الشهر، اللي هو قيمته بالمصري دلوقتي لو حسبناها ب 8 جنيه مثلا، يبقى 5 في 8 40,000 جنيه. ال 5000 هيجيبوا لك اللي هم قيمتهم 40,000 جنيه في مصر، فبالتالي العائد الاستثماري بتاعه او العائد الشهري بتاعه 5000 درهم بس ايجار، وده رقم بقى بسيط جدا جدا، وبالذات ودي ميزه ثانيه هقول لك عليها دلوقتي، بقى معناه ان انت بتدخل لك 40,000 جنيه ايجار كل شهر. طب لو انت بتأجر سنوي هنا في الامارات، الايجارات بتبقى ماشيه بسنوي بنسبه كبيره سنوي، فبالتالي بيجي لك الرقم كله على بعضه اول السنه في بدايه الايجار، يعني من قبل ما العميل يأجر وقبل ما يسكن بيجي لك الايجار كامل بالعمله اللي هي بتاعت الدوله اللي هي مستقره. يا اما وطبعا انت عندك العقار هنا فوق المليون بيضمن لك ان انت يبقى معاك اقامه، فبناء عليه تقدر تشتري العقار تعمل من خلاله اقامه لنفسك، فتقدر تفتح حساب في البنك، فبالتالي الايجارات واي عائد من العقار ده تقدر تاخدها تحطها في الحساب البنكي بتاعك هنا، فتفضل محافظ على العمله موجوده هنا. فاذا انت كل اللي عملته انت حركت الفلوس بتاعتك اول مره من بلدك، او حتى لو انت مغترب، لو انت الفلوس هنا ثبتها هنا ما بعتهاش بلدك وحطيتها في العقار، احسن ما انت تحطها في البنك وتاخد 5 و10% عائد على الربوي اللي هو الفوائد البنك. لا، انت هيجي لك عائد حلال شرعا اكبر من عائد البنك، اضمن، في نفس الوقت العقار نفسه قيمته بتزيد، فبيبقى انت عندك الموضوع اقوى بكتير واحسن بكتير، فضلا عن ان انت بتاخد معاه اقامه، فتقدر تفتح حساب في البنك وتقدر تبقى تتعامل كانك راجل مقيم جدا في الدوله. الموضوع ده فيه شويه تفاصيل كده كتيره، هختم لكم بس الاول باخر نقطه هنا، وبعد كده نعمل لكم فيديو منفصل بالنقطه دي ان شاء الله ويبقى فيها توضيح اكتر. النقطة اللي هي تفرق معانا برضو بالذات اللي اخترت دبي والامارات وخاصة دبي، لان دبي فيها طلب شديد جدا 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 على الايجارات. ناس كتيرة جدا بما انها دولة سياحية وبلد غالبا للاستثمار، وناس مستثمرين كتير بتيجي، وناس سياح كتير بتيجي، وناس كتيرة بتيجي تشتغل، فالناس دي كلها بتبقى محتاجة تدور على سكن تقعد فيه ايجار، من اول استوديو ل 1 بيدروم 2 بيدروم. فللاسف العقارات في دبي مش مغطيه الطلب، فبالتالي في طلب اكبر بكتير من العرض الى الان. فده معناه ان انت المشروع العقاري بتاعك اللي انت بتشتريه، لو انت اشتريته في مكان مميز او اخترت صح، ده معناه ان هو هيتاجر بسرعه جدا ومش هيقف خالص. ده فضلا عن في نوع ايجار معين اسمه هوليدي هومز، الناس اللي عايشه في دبي فاهماه، اللي هو الايجار اللي هو بيبقى بقى اللي هو السريع ده، اللي هو بالاسبوع وباليوم وبالشهر وحاجات من دي للسياح والناس دي. وبما ان دبي دوله سياحيه كبيره جدا، فده معناه ان الموضوع بيبقى مطلوب جدا جدا، وتقدر في خلال تلاقي نفسك في خلال ممكن مثلا لو اشتغلت 3 4 5 شهور ايجارات بس للوحده بتاعتك، ممكن تبص تلاقيها جابت ايجار السنه بتاعها،
وتبقى بقيه السنه انت ممكن تاجرها عادي بقى، ايجار عادي خالص. فتبص تلاقي الار او اي بتاعك العائد الاستثماري بتاعك يتخطى ال 15%، ممكن يصل ل 20% في بعض الاماكن الاستثماريه او الاماكن الجغرافيه موجوده في دبي. عموما ده كان باختصار كده، او مش باختصار، هو كان فيه شويه تفصيل، بس ان شاء الله هعمل لكم حلقات منفصله على ازاي تستثمر فلوسك بشكل تفصيلي. ولو انتوا عندكم اي اسئله ممكن تسالوها لي، وانا بناء عليها احط لكم اجابات في حلقات ان شاء الله. كان معاكم وائل نجار، وكان معاكم حلقه من حلقات الخلاصه. اتمنى ان تكون عجبتكم، واتمنى اكون غطت استفسارات بعض الناس اللي كانت بتسالني وعايز تستثمر ازاي بشكل امن. عايز اقول لكم يا ريت لو الحلقه عجبتكم تعملوا فولو، شير للحلقه ان كان يفيد حد، وتابعوا معايا الحلقات الجايه ان شاء الله يبقى فيها حاجات لطيفه باذن الله. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.